أسعد الله مساءكم متابعينا وحياكم الله. اليوم مطبخنا من المطبخ الهندي. اليوم راح نسوي أمرقة ثقيلة اسمها الدوبيازة. الدوبيازة تعتمد على الروب، تعتمد على الكاري، تعتمد على الجرم مسالة، البهارات طبعا، وأيضا مبشور الطماط، وخلطة حلوة وجميلة. طبعا مرقة دجاج دوبيازة يسمونها تشيكن دوبيازة أو دوبيازة الدجاج. خلونا نشوف مكوناتها وتسوونها على الفطور مع العيش المشخول الأبيض وعليه الزعفران وعيش. تتبيلة الدجاج: البابريكا مثل ما قلنا، والكزبرة، هذا الكاري، والثوم والزنجبيل. بعد ما تبلناه شوفوا ايش حالاته. تقدرون تخلونه، تبي تحمسونه، اول شيء تبي تخلونه شيء تنزلونه بالمرقه. انا اوريكم التكنيك. نضيف البصل كميه راهيه، نحمسه. على ما ينحمس البصل خلونا نسوي خلطة الروب، لأن الكمية كبيرة. علبة ونص، علبتين زبادي كيفكم، اللي هو الروب، احنا نسميه الروب. عند الله يسلمكم قفشة من الكمون، زين يبا، قفشة من الفلفل الأسود، قفشة من الكزبر المطحون الناعم الفريش، كركم، والجرم مسالة اللي هو الخلطة الهندية تنباع في الجمعيات، جرم مسالة. وش نسوي؟ نحركهم لما تندمج البهارات مع الروب او الزبادي اللي انتم شايفينه. ننزل طماط مبشور احسن من المطحانة عشان يعطيك ثخانة في المرقة. نحمسها عدل. بعد ما تأكدنا انها نشفت من الماء تمام وصارت شنها عجينة، ننزل عليها الروب المخلوط بالبهارات. هذه علبتين ترى، لان الكميه كبيره عندنا، فنزلوها كلها تمام، لا تخلوا شيء، كله نحتاجه. الحين ننزل الدجاج فيه كذي، نقلبه بالحمسه يبقى كذي، خلوه يشرب شويه. قبل لا تحطون الماء خلوه يشرب شويه، نغطي عليه ونخليه شويه. عندنا طماط وبصل، تبي تحطون حطون. هي اساسها كذي، قطون عليها طماط وبصل، خلونها تتسكر 25 دقيقه وراح تصك معاكم. شوفوا ايش حالاتها. علو بالفلفل، نسكر عليها 25 نار هاديه، راح تستوي كلها مع بعض. هذه الدوبيازة الهندية. قبل نروح التوزيعات خلنا اراويكم اياها. بعد مرور 25 دقيقة بخليها طبعا انا 10 دقائق، ما شاء الله تبارك الله. شوفوا شلون اخثرت المرقة، قاعد تستوي على الراحة. هذا الدهن بعدين شيلوا. شوف 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 شوف, شوف. خلوني بعدين انشبها وراويكم اياها مع العيش المشخول. والحين عندنا توزيعات العمل الخيري، توزيعات افطار الصائم. 35 دقيقة بس انا شبيت عليها تو الحين لان توني من التوزيعات عشان اراويكم. شوفوا تقدم مع الخبز الخمير، خبز التنور، او مع الرز اللي هو العيش المشخول الابيض. طبعا هي شوية سبايسي، انا نزعت الدهن كله شلته. هذه النتيجة لطبخة اليوم دجاج دوبيازة. شوفوا ما شاء الله تبارك الله شلون اخثرت المرقة. شوفوا هنا راويكم اياه الدهن، شوفوا ايش كثر دهن شلت منها. هذا كله نزعته منها، شلت عشان تقدمها بكل اريحية. طبق فاخر، قنبلة مع العيش المشخول، لا تسولف. وعلينا وعليكم بالعافية.